بيقبضوا 14 شهر في السنة، مش كانوا 12؟ وكمان بياخدوا مكافأة المناخ. احنا مش عايشين. اهلا بيكم في واحدة من اجمل الدول في اوروبا في التنظيم والجمال وفي كل حاجة. النهاردة هنتكلم عن النمسا، البلد اللي هتخليك تقول يا ريتني اتولدت هناك بجد. وانا بحضر الحلقة دي اتصدمت من كمية الرفاهية وحقوق الانسان اللي عندهم. حط لايك وسبسكرايب يا غالي وانزل بالانترو. النمسا من اجمل بلاد اوروبا، وخصوصا العاصمه فيينا اللي واخد المركز الاول كاكتر مدينه في العالم فيها جوده حياه عاليه. وده مش مره ولا مرتين، الكلام ده من 2013. كل سنه بتطلع هي المركز الاول. يعني في 2023 اخذت المركز الاول على العالم من حيث جوده الحياه 10 مرات على التوالي، وده حسب تصنيف ميرسر. فيينا كلها مباني فخمه واسلوب معماري بجد مش هتلاقي زيه في العالم، حاجه كده تخطف العين. القصور هناك زي قصر شونبرون وهوفبورج بيحكوا تاريخ طويل من الفخامة والعظمة. ولو بتحب الطبيعة لازم تزور بحيرة هالشتات، منظرها خرافي، ومدينة سالزبورج اللي منها الموسيقار العالمي موزارت. المدينة دي كلها هدوء وروقان. وفي الجنوب هتلاقي تيرول، الجبال اللي الناس بتروح تتزلج عليها في الشتاء وتتمشى عليها في الصيف. أول حاجتين هيلفتوا نظرك أول ما تروح فيينا هما النظافة والمباني. كل شارع يعتبر تحفة فنية، تماثيل وشبابيك مزخرفة كأنك في متحف مفتوح. وطبعا لو رحت فيينا في كافيه ما ينفعش ما تروحوش، واسمه كافيه سنترال. ده كان قاعد فيه فلاسفة وكتاب وعلماء كبار. حتى الكافيهات هناك يا جدع عليها تاريخ. تخيل كده تبقى قاعد في كافيه كان قاعد فيه اينشتاين. هو تحس ان هو عامل زي المتحف كده او حاجه فنيه، مش كافيه خالص. وعلامه من علامات فيينا هي كاتدرائيه سانت ستيفن، معروفه اللي بيروح فيينا بيروحوا الكاتدرائيه دي زي الاهرامات في مصر كده. ودي واحده من اقدم واشهر الكنايس في اوروبا، مبنيه من القرن ال 12. اللي بيميزها القبه الضخمه وكمان السقف بتاعها اللي معمول ببلاط ملون بطريقه هندسيه تحفه. الكاتدرائيه دي مش بس مكان ديني، ده رمز من رموز النمسا. الكاتدرائيه دي كل الناس بتحبها بسبب ان فيها تفاصيل كتير، وبالذات لما تدخل جوه فيها كميه تفاصيل وحاجات فنيه وتماثيل مش هتشوفها في مكان تاني. ومن المطبخ النمساوي لازم نقف عند الكرواسون. الناس فاكره انه فرنساوي لكن هو نمساوي الاصل، ولو جيت بصيت عليه هتلاقي شكله زي الهلال. وده عشان النمسا انتصرت على الدوله العثمانيه، فاحتفالا بالنصر عملوا مخبوز على شكل هلال، يعني بيحفلوا على الدوله العثمانيه يعني. ومن الحاجات اللي الناس كتير ما تعرفهاش ان مشروب الطاقة ريد بول اصله نمساوي 100%. المصنع الرئيسي بتاع ريد بول موجود في مدينة فوشل ام زي على ضفاف بحيرة فوشل اللي المية فيها صافية بشكل خرافي. المصنع هناك بيستخدم مية البحيرة نفسها في صناعة المشروب. جبل متلج، التلج يسيح ينزل على البحيرة يتحط في علب. الاقتصاد في النمسا قوي جدا، ومتوسط الدخل من 2000 ل 3000 يورو. الناس هناك بياخدوا 14 مرتب في السنه، يعني السنه فيها 12 شهر بيقبضوا شهرين زياده. بيقبضوا شهر في الصيف عشان مثلا لو عايزين يسافروا يصيفوا بره وكده، وبيقبضوا شهر في الكريسماس عشان برضه لو عايزين يسافروا او يحتفلوا او يخرجوا. فيعني دي بتكون اوبشن. طبعا ما فيش احسن من مصر وكل الكلام ده، بس ودوني النمسا. متوسط ساعه الشغل في النهار 12 يورو وبالليل 18 يورو. ولو انت بقى تشتغل يوم الاحد اللي هو يوم اجازتك المرتب هيتضاعف. ولو واحد ساب شغله او اترفد بياخد من 50 ل 60% من الدوله من مرتبه لحد ما يلاقي شغل تاني. الايجار في فيينا اوضه صغيره او شقه صغيره بتبدا من 700 يورو ل 1000 يورو. بس النظام والخدمات والامان والنظافه يخليك تحس انك عايش في مكان يستحق كل يورو انت بتدفعه فيه. النمسا بلد بتقدر العيله جدا. كل اسره عندها اطفال بتاخد دعم شهري من الحكومه حوالي 150 دولار. وطبعا كل ما الطفل ما بيكبر الدعم بيزيد لحد ما الطفل يتم 18 سنه. ولو اثبت ان هو لسه بيدرس الدعم بيفضل مستمر لحد ما يتم 24 سنه. كمان النمساويين عندهم اجازه الامومه والابوه. الام بتاخد 3 سنين اجازه مدفوعه الاجر لما تخلف طفل. طبعا مثلا اول سنه بتاخد مثلا 80% من المرتب، تاني سنه بتاخد اقل شويه، تالت سنه ممكن تاخد اقل برضه. والدوله بتساعدهم ماديا طول الفتره دي. والابهات كمان ليهم اجازه ابوه عشان يساعدوا في تربيه الطفل. في حاجه مستفزاني جدا، في مكافاه اسمها مكافاه المناخ، ودي الحكومه بتديها سنويا لاي حد على قيد الحياه في النمسا. يعني اي حد على قيد الحياه، طفل لسه مولود، راجل كبير قرب يموت، شاب معدي في الشارع، كله بياخد المكافاه دي. والمكافاه دي على حسب انت عايش فين. لو انت مثلا عايش في المناطق الريفيه ممكن تاخد مثلا 500 يورو، انما لو انت عايش في المدن وكده ممكن تاخد مثلا 150 130 يورو. يعني بتكون مختلفه من منطقه للتانيه على حسب انت فين. بس الحكايه مش من فراغ، النمسا مش هتوزع فلوس كده وخلاص، لا بتوزع فلوس
بتوزع شهرين زياده. النمسا بتاخد ضرايب من الناس عشان تحافظ على البيئه والمناخ، فهي بتاخد من هنا وتدي من الناحيه التانيه، فهي بترجع جزء من الفلوس على شكل مكافاه عشان تشجعهم ان هم يعيشوا بطريقه صديقه للبيئه. التعليم هناك شبه مجاني حرفيا. لو شاب من اوروبا عايز يتعلم في النمسا بيدفع في الترم متوسط 350 يورو، انما لو واحد عربي او مصري رايح النمسا هيدفع حوالي 780 يورو في الترم، وده رقم كويس جدا وقليل جدا بالنسبه لباقي دول اوروبا، وخصوصا ان النمسا اصلا التعليم فيها احسن من المانيا. هتلاقي في النمسا طلبه المان كتير بيتعلموا في النمسا عشان مش زحمه زي المانيا، وكمان فيها مجالات اكتر. فلو واحد مصري هيروح يتعلم في النمسا بجد هياخد تعليم عالي جدا في مستوى عالي وكمان بفلوس قليله. اما بقى لو طالب نمساوي ما بيدفعش فلوس اصلا في التعليم، مجاني عندهم. النمسا هي عاصمة الموسيقى والفن في العالم، بلد موزارت وبيتهوفن، ولحد النهارده لسه بيعملوا حفلات موسيقية في القصور القديمة، والناس هناك هادية ومحبة للنظام والنظافة وكل حاجة بحساب. بص كده الصورة دي، ده رئيس النمسا، هو راجل رايق وبسيط جدا وبيتعامل مع الناس عادي خالص من غير أي بروتوكولات زيادة، رغم إن البلد كلها جميلة لكن السكان متمركزين في فيينا، وده عشان فيينا فيها 2 مليون نسمة من أصل 9 مليون في النمسا كلها، يعني أكتر من 20% من سكان النمسا عايشين في فيينا، وده بيعود لأسباب كتير. اولا لانها العاصمه ومركز الاقتصاد والسياحه والتعليم والثقافه، يعني فيينا فيها روح النمسا كلها. ولو رحت اي مكان كده بره فيينا هتحس ان مفيش انشطه تتعمل كتير، بس رغم ان مفيش انشطه كتير طول ما انت ماشي هتلاقي مناظر طبيعيه في الارياف بالذات. يا باشا عندك دي جبال الألب، يعني انت يعتبر في سويسرا، مناظر طبيعيه وشلالات وبحيرات ودنيا تانية، فكفايه بس ان انت تمشي من غير اي انشطه. وطبعا في انشطه بس طبعا محدوده مش كتير. في مشكله كمان في النمسا وهي اللغه. طبعا النمسا ما بتتكلمش نمساوي، مفيش حاجه اسمها كده اصلا. النمسا بتتكلم الماني، والالماني معروف ان هي لغه معقده شويه وصعبه شويه، بس هتلاقي الناس كلها بتتكلم انجليزي عادي والدنيا هتمشي. بس في بعض الوظائف بتكون محتاجه ان انت تتكلم الماني بس، فالاحسن ان انت لما تروح هناك تحاول تتعلم الماني. النمسا مش بلد مناظر حلوه بس، دي بلد نظام وراحه وانسانيه، وهتعرف توازن بين حياتك في الشغل وبعد الشغل، كل حاجه فيها محسوبه. ولو نفسك تشوف اوروبا الهاديه اللي كلها احترام وتنظيم روح فيينا، وهتعرف يعني ايه بلد هتخلي الحياه سهله وسلسه وجميله. ولو انت مقيم في دوله بره مصر وحابب تعمل معايا حلقه عن الدوله اللي انت فيها، اكتب لي في الكومنتات نعمل حلقه مع بعض، واكتب لي في الكومنتات نفسك تسمع حلقه عن انهي بلد، واستنوني في الحلقه الجايه من توني اند جوف. سلام.